هديه، والحقيقه انه هو اللي هداها لنا، مش احنا اللي بنهديها، لكن احنا بنحاول ان احنا نشهد كمان ولاده موهبه ونجم جديد ان شاء الله يا رب هيبقى له كيان وشأن كبير في الفن المصري. لو تفتكروا حضراتكم من 3 ايام في فقره التليفونات اللي احنا بنعملها في برنامجي من الاخر، احد الساده المشاهدين الكرام اتصل بيا، واعتقد كان اسمه علي، مش هو اسمه علي صح؟ اسمه علي، وقال انه بيقول مبروك لمصر قناه السويس، وقال لي هديك يا تامر ابني يوسف عنده 14 سنه او 15 سنه وعايز يقول لك كلمتين. قلت له اتفضل، والحقيقه قال لي كلمتين خلوني اقول له لازم تكون معايا النهارده على الهوا علشان تكون هديتنا انت للشعب المصري. يوسف مش عايز اقول بقى كلام كبير، طفل معجزه ومش عارف ايه والكلام من ده، لكن اعتقد ان انتوا هتسمعوا حاجه من يوسف هتزود فرحتكم 10 مرات النهارده. ازيك يا جو؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا جميل؟ بخير الحمد لله. انت ازاي الا كده ويطلع منك كل ده؟ بفضل ربنا. الحمد لله. قول لي انت يعني من قد ايه وانت حريص على الغنى وحريص على الانشاد بالطريقه الجميله اللي انت سمعتها لي في التليفون؟ هو في البداية طبعا كانت يعني موهبة من عند ربنا. كنت وانا صغير يعني كان في التتر بتاع البرامج او مسلسلات او كده، فبابا لاحظ يعني في مرة كنت يعني كان في تتر برنامج شغال، فانا بدأت اقلد التتر كويس. يعني. فبابا من هنا بقى عرف ان عندي موهبه، وبدا ينمي لي الموهبه انه بقى يجيب لي اناشيد اطفال ويعني ويبدا يسمعها لي. وبعد كده بقى لما كبرت وبقيت اروح حفلات عندنا في القريه، الموضوع اتطور، بقيت اروح حفلات في اماكن مختلفه على المحافظه على كلام. انت منين يا يوسف؟ انا من المنوفيه. من المنوفيه؟ مركز شبين قريه الشنوان. هي كل العظماء بيطلعوا من المنوفيه، المنوفيه دي محافظه العظماء، حاجه ولاده الحقيقه طول العمر، ولاده. طيب انا مش عايز اتكلم كتير، انا عايزك تسمعني الاول اللي انت سمعته لي وسمعت المشاهدين جزء منه يوم التليفون وخلاني اقول لك لازم تكون معايا. امسك المايك واشدوا يا يوسف. مصر قالت صوت ولادي، كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول زهرة جهادي، هم دول هم الشباب. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي وله قيامة زي ما قال الكتاب. مصر قالت انحيازي عمره ما كان انتهازي، مستحيل هقبل تعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر قالت الحقيقة في العزيمة والإرادة، هم دول سر الريادة والعمل أفضل عبادة، تستحق 100 ثواب، تستحق 100 ثواب. الله 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 الله. ما تسقفوا يا رجاله، في ايه؟ حاجه جميله، حاجه جميله ومؤثره. متهيألي حضراتكم عرفتوا دلوقتي احنا تأثرنا ليه، وقبل ما كان يوسف في التليفون يكمل الأغنية كلها من أول مطلع، واحنا قلنا إن دي موهبة حقيقية محتاجة إنها تتصقل، ومحتاجة إنها تدعم وتتربى كويس علشان تبقى واحدة من الأصوات اللي تثري الفن المصري في ظل الريادة المصرية للفن دايما. متهيألي صدقتوني انها تستحق، وانه هديه بجد يعني. ايه، امسك المايك، انت ما تعملش حاجه في حياتك.